السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مستر عبد الرحمن منظور، وهي قناة خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة. النهاردة هنتعلم بعض الجمل ازاي نبقى فيها ادفانسد، يعني ازاي نحسس اللي قدامنا ان احنا مستوانا متقدم، او لو احنا رايحين نقدم في الايلتس او بنكتب لتر او ايميل ممكن نستخدم الكلمات دي بدل دي. فمثلا لو انت عايز تعتذر لحد I'm sorry، لو انت هتبعت له ايميل او لتر بتقول له my apologies بدل I am sorry، لان I am sorry دي سلانج. طيب start يعني يبدأ. اوكي، الفورمال بتاعتها comments. طيب buy يشتري، برضو الفورمال بتاعتها purchase. اوكي، ask برضو الفورمال بتاعتها inquire يتساءل او يسأل. help يساعد، الفورمال بتاعتها assist. need يحتاج، الفورمال بتاعتها require. طبعا أهمية العمود ده أو الكلمات اللي هي الفورمال عن السلانج إيه؟ إن هي بتعرف اللي قدامك إن أنت متمكن أكتر في اللغة، وإن أنت مش مستواك ضعيف، لا أنت مستواك متقدم. أوكي، ولو وصلت لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبك. فلو أنت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك أند شير، ولو أنت على الفيس ما تنساش تعمل فولو ولايك أند شير. Thank you.